Sheldon, what do you think is happening in this picture? Sheldon, what do you think is happening in this picture? يعني يا شيلدون what do you think في رأيك أو ماذا تظن is happening in this picture بيحصل في الصورة دي. Easy. There are 4 chimpanzees in a living room. Easy يعني سهل بتدل هنا على ثقة شيلدون في نفسه. There are 4 chimpanzees يعني يوجد 4 شمبانزي. خد بالك برضو إن there is معناها يوجد برضو بس مع المفرد. There is a boy, there are 3 boys. There is a car, there are 2 cars. طيب ايه بقى الفرق ما بين monkeys, apes و chimpanzees؟ المونكيز بيكون ليهم ديل وصغيرين في الحجم وخفاف في الوزن وبيكونوا مثلا موجودين في السيرك أو في الغابة. الapes بيتقال عليهم القردة العليا ودول ملهمش ديل وهم أذكى من المونكيز وأكبر في الحجم وأقرب لينا كبشر جينيا في الجينات يعني. بالمناسبة كلمة ديل يعني tail. الشمبانزيز بقى هما نوع من أنواع الأيبس يعني الأيبس ليهم كذا نوع من الأنواع دي الشمبانزيز. In a living room في غرفة المعيشة اللي هي الصالة يعني. Okay, but what can you tell me about them? They're not behaving like chimpanzees. Okay, but what can you tell me about them? تمام هما فعلا في 4 شمبانزي بس تقدر تقول لي ايه عنهم؟ اوصف يعني الصورة ايه اللي بيحصل فيها. They are not behaving like chimpanzees. الفعل behave معناه يتصرف بشكل معين أو يسلك سلوك معين فهو بيقول له they are not يعني الشمبانزيز دول ما بيتصرفوش أو ما بيسلكوش سلوك الشمبانزيز اللي احنا نعرفه. Anything else? Chimpanzees don't drink tea. Anything else؟ أي حاجة تانية بيشجعه على التفكير وإن هو يوصف الصورة أكتر. Chimpanzees don't drink tea. بيقول له الشمبانزي ما بيشربوش شاي. Is that it? Well, I suppose it might be coffee, but they don't drink that either. Is that it؟ بس كده؟ ده اللي عندك؟ Well, I suppose it might be coffee. تمام هنفترض إنها ممكن تكون قهوة. But they don't drink that either. بس هما برضو ما بيشربوش ده. كلمة either معناها كمان بس مع النفي يعني ما ينفعش في الجملة دي نقول but they don't drink that too أو but they don't drink that also. لا to و also بيبقوا في الإثبات لكن either في النفي. Anything interesting about their body language? No. Anything interesting about their body language؟ أي حاجة مثيرة شدتك تقدر توصفها لنا يعني من لغة جسدهم؟ No. بيقوله بكل بساطة لا مفيش. I think they found his kryptonite. I think they found his kryptonite. كلمة kryptonite دي مادة خيالية ملهاش وجود أصلا جاية من سوبرمان ودي المادة اللي كانت بتضعف قواه بعدين بقت كلمة وبقى معناها نقطة ضعف. طيب دي جدة شيلدون وبتقول أعتقد إن هم لقوا نقطة ضعفه. يعني إيه بقى الكلام ده؟ احنا عارفين إن شيلدون ذكي جدا في المنطق وفي الأشياء العلمية لكن هو برضه مش قادر يوصف الصورة يعني ما عندوش ذكاء عاطفي أو اجتماعي مش قادر يحدد إيه اللي بيحصل في الصورة دي. Missy, what do you think is happening in this picture? Missy, what do you think is happening in this picture? يا ميسي دي أخت شيلدون وبيسألوها نفس السؤال في رأيك إيه اللي بيحصل في الصورة دي؟ The girl monkey on the couch is telling the guy monkey a secret. The girl monkey يعني البنت القرد on the couch يعني اللي قاعدين على الكنبة وبالمناسبة كلمة كنبة ممكن تبقى sofa أو couch is telling the guy monkey الجيرل monkey دي بتقول is telling the guy monkey للولد القرد ده a secret بتقول له سر. Must be something juicy, 'cause he's smiling. must be something juicy وأكيد شيء juicy يعني خبر مثير because he smiled لأنه بيبتسم. Anything else? It might be dirty, because this girl monkey is sending the kid monkey out of the room. Anything else؟ أي حاجة تانية؟ It might be dirty. احنا عارفين ان كلمة dirty معناها قذر بس هنا معناها خبر غير لائق ممكن يكون في إيحاء جنسي مثلا because this girl monkey لأن الجيرل monkey دي التالتة دي is sending the kid monkey out of the room تقول للطفل المونكي الصغير يطلع بره الأوضة. He doesn't want to go. He looks sad. He doesn't want to go. هو مش عاوز يطلع. He looks sad. يبدو أنه حزين. Is that all?
The monkey's on the couch drinking tea, so it's a tea party. Is that all؟ هو ده كل حاجة؟ يعني ده كل اللي عندك؟ The monkeys on the couch يعني القرود اللي على الكنبة are drinking tea بيشربوا شاي. So it's a tea party. عشان كده دي حفلة شاي. So معناها لذلك أو فكذا. يعني في سبب الأول بعدين نتيجة، فهي بتقول هما بيشربوا شاي. So عشان كده دي حفلة شاي. يعني إيه بقى؟ التي بارتي هي مناسبة اجتماعية خفيفة، الناس غالبا الستات أو الأطفال بيتجمعوا في بيت أو حديقة ويشربوا شاي وياكلوا بسكوت أو سندوتشات أو كيك. Okay, very good. Let's look at another picture. I'm not done. Okay, very good. Okay, كويس جدا. Let's look at another picture. خلينا نبص على look at another picture. صورة أخرى، صورة تانية يعني. I'm not done. لم أنتهي بعد، لسه ما خلصت. The monkey in the painting is wearing an old lady hat. The monkey in the painting. القرد اللي في البينتينج اللي هي اللوحة. ايه بقى الفرق ما بين painting و drawing؟ painting هي بنستخدم فيها الفرشة وألوان الزيت أو ألوان المية، لكن الدراوينج ما فيهاش فرشة، احنا بنستخدم الأقلام، قلم رصاص بقى، قلم جاف أو حتى الفحم. is wearing يعني لابسة an old lady hat. old lady يعني ست كبيرة. hat يعني قبعة، وهي قصدها wide brimmed hat يعني قبعة حوافها واسعة. So she's probably a Meemaw monkey. So she's probably a Meemaw monkey. So قلنا معناها لذلك. She's probably يعني هي غالبا a Meemaw monkey. جدة شيلدن وميسي اسمها ميما، فالبنت هنا بتفرض ان القردة دي هي جدة باقي القرود، فعشان كده بتقول عليها ميما مونكي، سمتها على اسم جدتها يعني. She's not at the party, so she must be bowling. Or dead. She's not at the party. هي مش موجودة في الحفلة. So she must be bowling. عشان كده هي أكيد بتلعب bowling or dead أو ميتة. Missy won that round. It's actually not a contest, George. This is Texas. Everything's a contest. Well, Missy won that round. ده أبوهم، فبيقول تمام ميسي كسبت الجولة دي. round يعني جولة في منافسة. It's actually not a contest, George. It's actually يعني في الواقع أو في الحقيقة، فبيقول له it's actually not a contest. في الحقيقة دي مش منافسة. contest يعني منافسة أو مسابقة. This is Texas يعني دي Texas. احنا عايشين في Texas. Everything is a contest. كل حاجة لازم تبقى منافسة. A woman in a doorway. A woman يعني امرأة in a doorway. doorway يعني مدخل باب، فبيقول له في امرأة واقفة في مدخل الباب. Anything else? She's holding her head with her hand. أي حاجة تانية؟ She's holding her head with her hand. She's holding يعني هي ماسكة راسها بإيدها. And what do you think that means? Wouldn't you rather ask me about trains going to St. Louis? And what do you think that means? وانت شايف ده معناه ايه؟ Wouldn't you rather ask me about trains going to St. Louis? Wouldn't you rather لما نحب نقترح على حد يعمل حاجة غير اللي بيعملها ومعناها مش الأفضل إنك تعمل كذا. Ask me about trains تسألني عن القطارات going to St. Louis اللي رايحة لسانت لويس. Good gravy, she's sad, Sheldon, come on! Good gravy ده تعبير للدهشة وهو قديم شوية وأخف من Oh my god. She's sad, Sheldon, come on. هي حزينة يا شيلدن. Come on الموضوع سهل يعني. Oh, she's very upset. I don't know why. Oh, she's very upset. Oh, هي منزعجة بشدة. Upset يعني منزعج. I don't know why. معرفش السبب. معرفش السبب إنها منزعجة يعني. Ooh, maybe she wasn't invited to the tea party at the monkey house. Maybe she wasn't invited to the tea party at the monkey house. Oh, ممكن السبب إنها منزعجة إنها ما كانتش مدعوة لحفلة الشاي في بيت المونكي. Also, she's wearing a belt like you are. Nice going. Very cute. Also, she's wearing a belt. وهي كمان لابسة حزام like you are. زيك. يعني زي الحزام زي ما انت كمان لابسة حزام. Nice going. Nice going يعني كويس أو جميل، ولكن برضو ممكن تستخدم للسخرية. لو حد عمل مثلا حاجة غبية وقلنا له Nice going genius
يعني ممتاز يا عبقري، ولكن احنا في الحقيقة بنتريق على اللي هو عمله أو بنسخر منه. very cute، لطيف جدا. I'm loving the hair. and I'm loving the hair، وأنا عاجبني الشعر. والشائع إن الفعل love مش بنزود عليه ing، ولكن في الكلام عادي نزود ing علشان ندل إني حابب الشيء ده دلوقتي. مثلا شعار ماكدونالدز I'm loving it. A lion sitting in a chair holding a pipe. A lion sitting in a chair. أسد قاعد sitting in a chair على كرسي holding a pipe ماسك a pipe، ودي أداة تستخدم للتدخين. Good. What do you think is on his mind? How should I know? Maybe he's wondering why he's posing for a silly picture instead of eating a gazelle. Good. What do you think is on his mind? On his mind يعني في باله، بيفكر في ايه؟ How should I know؟ المفروض أعرف ازاي؟ أنا أعرف منين؟ إيه اللي عرفني؟ Maybe he's wondering، ربما بيتساءل why he's posing، ليه بياخد وضعية posing for a silly picture، علشان صورة تافهة أو سخيفة. silly يعني تافه أو سخيف. instead of eating a gazelle، بدل ما يكون في الغابة بياكل gazelle يعني غزال أو ظبي. Anything else? What exactly are we doing here? I thought the purpose of this study was to find out how smart I am. What exactly are we doing here؟ يعني احنا بنعمل ايه هنا تحديدا؟ كلمة exactly يعني تحديدا أو بالظبط، وخد بالك إن حرف التي ما بيتنطقش، ما بنقولش exactly، لا exactly. I thought the purpose of this study، أنا كنت مفكر I thought the purpose الغرض من الدراسة دي of this study was to find out how smart I am، كان إننا نكتشف مدى ذكائي أو لأي درجة أنا ذكي. That's what we're doing, but there are different kinds of intelligence. Poppycock! That's what we're doing. فعلا ده اللي احنا بنعمله. But there are يوجد اللي قلناها في أول الحلقة there are different kinds of intelligence. Different kinds of يعني أنواع مختلفة من شيء معين. Intelligence يعني الذكاء. فهو بيقول له فعلا ده اللي احنا بنعمله، بس في أنواع مختلفة من الذكاء، مش كل حاجة عن المنطق والعلوم. Poppycock يعني كلام فاضي أو هراء، وهي كلمة قديمة شوية. You are an insightful young lady. I don't know what that means, but thank you. You are an insightful young lady. Insightful يعني عنده بعد نظر أو فهم عميق للأشياء، مش مجرد فهم سطحي. و young lady ممكن تستخدم في الدلع، يعني بندلع البنت مثلا بنقول لها يا آنسة يا صغيرة. I don't know what that means, but thank you. أنا معرفش يعني إيه insightful، معرفش معناها إيه، but thank you. بس شكرا ليكي. It means perceptive. It means perceptive. فبتقول لها معناها perceptive، و perceptive نفس معنى insightful، حد بيفهم التفاصيل. You see things most people miss. My name is Missy. Go figure. You see things، انت بتشوفي حاجات، بتاخدي بالك من حاجات most people miss. most people يعني معظم الناس، أغلب الناس miss، ما بياخدوش بالهم منها. My name is Missy. Go figure. فبتقول لها my name is Missy. طبعا Missy أول 4 حروف منها هي نفس كلمة miss، ففي لعب بالكلام يعني. Go figure يعني غريب مش كده؟ أو صدق أو لا تصدق. Have you always been that way? I guess so. I think when you're on your own a lot, you get good at saying that kind of stuff. Have you always been that way؟ يعني هو أنت كنت كده طول الوقت؟ I guess so. أعتقد ذلك. I think أعتقد when you're on your own a lot. On your own يعني بمفردك، لوحدك، وحيد يعني. You get good at saying that kind of stuff. You get good at تصبح جيد فيه. Good at يعني جيد فيه. Seeing that kind of stuff إنك تشوف الأشياء دي. Really? My dad does football with my older brother, so they're like a team. And my mom and Meemaw spend all their time fussing over Sheldon, so they're like a team too. Really? بجد؟ My dad does football with my older brother. أبويا بيلعب كورة مع أخويا. واتفقنا إن football معناها كرة القدم الأمريكية. So they're like a team. عشان كده هما كأنهم فريق يعني. And my mom and Meemaw وأمي وجدتي ميما spend all their time
بيقضوا spend all their time كل وقتهم fussing over Sheldon. fussing over someone يعني بيدوله اهتمام زيادة عن اللزوم. So they're like a team too. فهم كمان فريق. So no one's on your team? Nope. It's just me. Lord. So no one's on your team. طب ومفيش حد في فريقك؟ No. لا. It's just me. أنا بس لوحدي. Oh Lord. طبعا أمها متضايقة من الكلام ده إنه بنتها حاسة إنها وحيدة يعني فبتقول يا رب أو يا إلهي. Hey, what's up with you and Dr. Pillsbury? Dr. Pilson? I don't know what you're talking about. Oh, you can't see because we're on camera. Insightful. Hey, what's up with you and Dr. Pillsbury? What's up with you and هي طريقة عامية نسأل بيها حد في إيه بينك وبين الشخص ده. I don't know what you're talking about. طبعا الست بصت للكاميرا وقالت لها أنا معرفش أنت بتتكلمي عن إيه. مش عاوزة يعني تتكلم قدام الكاميرا. فميسي بتقول لها Oh, you can't say because we're on camera. ما ينفعش تقولي because we're on camera. On camera يعني بنتصور. الفيديو ده متسجل يعني. طبعا فضحتها يعني. وبتنهي الحوار بنفس الكلمة اللي الست وصفتها بيها. Insightful.